ايطاليا وفرنسا. نتكلم عن الموضوع ده الاول. نتكلم عن ماتش امبارح، ماتش البرازيل واوروجواي. يعني دي كانت ولاده متعثره للبرازيل علشان تروح لنهائي كاس العالم للقارات. لو بصينا هنلاقي ان نجم المباراه امبارح كان جوليو سيزار، حارس مرمى البرازيل امبارح. لما حارس مرمى البرازيل ياخد احسن لاعب في المباراه، ده معناه ان منتخب اوروجواي كان هو اللي مسيطر على المباراه امبارح. عندهم ثلاثي هجومي في منتخب الاوروجواي، عندهم ثلاثي هجومي بصراحه يرعب اي دفاع في العالم. عندهم ادينسون كافاني، ده يعتبر ثاني افضل مهاجم في العالم من وجهه نظري بعد رادوميل فالكاو المهاجم اللي كان في نادي اتلتيكو مدريد وراح دلوقتي موناكو، يعتبر ثاني احسن مهاجم في العالم. عندهم لويس سواريز ريال مدريد بيحاول يضمه بكل الطرق، رغم ان ارسنال رغم ان ليفربول امبارح قال لهم ابعدوا عن لويس سواريز، اللعيب بتاعنا هدافنا الموسم الماضي في الدوري الانجليزي. فعندهم كمان دييجو فورلان، ده لعيب خبره يعني مانشستر يونايتد، لاعب كان بيلعب في مانشستر يونايتد. فعندهم ثلاثي هجومي مرعب. المشكله بقى ان البرازيل عندها يعني 18 لعيب مرعبين. انا شخصيا بحترم لويس فيليبو سكولاري ان هو قادر يسيطر على التشكيله دي. عنده الفريد لما بينزله بيبقى لعيب قاعد احتياطي على الدكه، بينزل لازم يجيب له جون كل ماتش. عنده باولينهو ده كل العالم بيتكلم عنه دلوقتي. كان في كلام ان توتنهام اتفق معاه ان هو خلاص ينتقل ب 18 مليون يورو، لكن في كلام امبارح بعد ما انشيلوتي مضى العقد بتاعه رسمي مع ريال مدريد، انشيلوتي قال لهم انا عاوز باولينهو باي طريقه وباي ثمن تجيبوا لي باولينهو كل ماتش بينزلوا بيجيب جول. فبرغم ان هو لاعب خط وسط مهاجم، لكن كل ماتش بيجيب جول. عندهم لعيب بقى اسطوره. بس معلش الانشيلوتي يعني نيمار في برشلونه، فما ما لسه هنقول نيمار لعيب الاسطوره يعني بصراحه من وجهه نظري هو لعيب اسطوره. وكمان نيمار لسه انا شايف ان هو دلوقتي بيدي بنسبه 10% بس من مستواه، وان هو لما يخش مع برشلونه في التيكي تاكا هنبص نلاقي بقى كرويف من يومين كان بيقول لمسؤولي برشلونه ازاي يبقى عندكم لعيب زي نيمار وتسيبوا ميسي، بيعوا ميسي وسيبوا نيمار في الفريق. فتخيلوا ميسي الساحر اللي لما بيتزنق في بطوله دوري ابطال اوروبا الموسم اللي فات، فيلانوفا كان مزنوق وميسي مصاب ومع ذلك لعبه. يعني كان بيخاطب بمستقبل لعيب زي ميسي لانه هو محتاجه، ما عندوش حد ممكن يخلص له القصه زي ميسي. بالرغم طبعا من ان هو عنده تشافي وانيستا لعيبه ما نقدرش نتكلم عنهم، يعني ميسي من كوكب اخر زي ما الناس بتقول. بالظبط، ميسي من كوكب اخر. بس هو وجهه نظر كرويف ان انت جايب لعيب صغير في السن ممكن تستفيد بميسي دلوقتي ثمنه ممكن يوصل يتعدى ال 100 مليون. ميسي كبير، لا صغير، بس نيمار كام سنه؟ 24 الا شويه كده. احنا نقول نيمار كام سنه؟ اقل تحت 20 سنه. ميسي عيد ميلاده اللي فات ده كان 26 سنه. 26 24 26 سنه. نيمار 20 سنه 21 سنه. فانت الفكره بالنسبه له ان ميسي دلوقتي ممكن يجيب لك ما يفوق ال 100 مليون يورو. يروح فين ميسي تفتكر؟ لو مش في برشلونه يبقى لو مش في برشلونه انا ما اتخيلوش في اي حاجه. بالظبط. انا قعدت افكر كده شويه، لو ميسي هينتقل في صفقه يروح فين؟ انا ما اتخيلش. اتخيل ان ميسي ممكن يقعد على جنب كده ما يلعبش. لا لانه ما ينفعش يلعب مع حد، ما يلعبش مع حد. يطلع كوكب الزهره. وليد يطلع لك كده لكره القدم. رئيس التحرير بيقول باريس سان جيرمان ده ممكن. والله ممكن، ليه لا؟ هم الفلوس كتير عندهم، فممكن يدفعوا. لو على الفلوس يبقى موناكو بقى. بس انا ما احسش ان هو ممكن يروح موناكو. عنده مشكله في الضرايب ممكن تسبب له ازمه. الراجل طلع غسيل اموال اللي عمال يصرف ده مش للدرجه لا انا شكيت في البدايه. هم بيتعاملوا في نادي موناكو على ان هم اماره منفصله عن فرنسا. فرابطه الدوري المحترفين الفرنسيه قالت لهم انتوا بتلعبوا في الدوري الفرنسي يبقوا تدفعوا الضرايب، لو ما دفعتوش الضرايب مش هتلعبوا في الدوري السنه دي. هم جايبين صفقات السنه دي يعني مش هنتكلم زي رادوميل فالكاو، ده الواحد بيقعد قدامه كده زي ميسي بالظبط. هو لاعب مهاجم من كوكب تاني. يعني رادوميل فالكاو مهاجم من كوكب تاني، مفيش منه في العالم دلوقتي. يعني انا بعتبر ان العالم دلوقتي مع احترامي لابراموفيتش ومع احترامي لدروجبا، انا شايف ان العالم ما فيهوش غير 3 مهاجمين دلوقتي. دي الفقره الفضائيه اللي احنا قاعدين فيها. بالظبط. انا شايف ان العالم ما فيهوش غير 3 مهاجمين دلوقتي. رادوميل فالكاو بالترتيب، رادوميل فالكاو، ادينسون كافاني، لويس سواريز. انا شايف ان دول احسن 3 مهاجمين في العالم. اي فريق في العالم دلوقتي يحلم باي لعيب من الثلاثه دول، زي ما برشلونه تحلم ان يكون عندها لعيب زي تشافي، لعيب زي انيستا، لعيب زي ميسي، لعيب زي نيمار، لعيب زي ديفيد فيا. انا محتار ازاي ديفيد فيا في كلام ان هم ممكن يمشوه من برشلونه. لعيب زي ده ما ينفعش يمشي. انا من وجهه نظري ان هو لعيب ما ينفعش يمشي. نروح زي ما قلنا الباراجواي. الباراجواي والبرازيل. لويس فيليبو سكولاري عنده لعيب اسمه اوسكار ده بيلعب في تشيلسي. عنده 21 سنه بس لعيب ايه يعني، حاجه كده حكايه. حاجه من الناس اللي احنا نقول عليهم لعيب من كوكب تاني برضه. يعني اوسكار ده لعيب من كوكب تاني. فريد بيلعب في فلومينينزي. كل ماتش يجيب له جول. باولينهو ده بيلعب في كورينثيانز. زي ما بقول لحضرتك توتنهام وريال مدريد عاوزين يضموه.
18 مليون يورو، لعيب لسه عنده 20 سنه، فده مبلغ خرافي. زي ما قلنا ان جوليو سيزار حارس مرمى البرازيل هو نجم المباراه امبارح، ده يدينا ان الاوروجواي كانت مسيطره على المباراه امبارح، فكويس ان هم قدروا يفلتوا. النهارده بقى خلينا نتكلم عن مباراه النهارده، اسبانيا وايطاليا. الكل متوقع انه يكون في اكتساح اسباني بعد الظهور الايطالي الاخير، لكن خلينا نشوف كده انت ما اظنش، انا ما اظنش، بالرغم انا كمان ما اظنش، انا ما اظنش بالرغم من ان انا نقطه ضعفي هي اسبانيا. بالرغم ان انا نقطه ضعفي هي منتخب اسبانيا. فريق ممكن بقى نقول ان التيم كله بقى من كوكب تاني بجد، يعني التوليفه كلها على بعضها، اللعب الجماعي، فريق من كوكب تاني. المدرب بتاعهم ديل بوسكي ده ثعلب، مدرب لعب اول ماتش بايكر كاسياس، ثاني ماتش بيبرينا في حراسه المرمى، ايكر كاسياس اول ماتش، ثاني ماتش بيلعب بيبرينا، ثالث ماتش بيلعب فيكتور فالديس حارس برشلونه. تخيل لما يكون عندك ثلاث حراس مرمى زي دول، ريال مدريد، برشلونه، ليفربول، قادر تسيطر عليهم، مفيش مشاكل، مفيش حد بيتكلم، مفيش حد بيعمل مشكله. ازاي انا ما العبش ومركز حتى في مباراه تاهيتي، ما بيضحكش، مفيش ابتسامه. لا ما عندوش. الناس دي ما بتهزرش، الناس دي ما بتهزر، احنا ممكن نكون بنهزر لكن الناس دي ما بتهزرش. الناس دي عارفه هي عايزه ايه. انا تعبت من العد في المباراه دي، كان وصلوا كام، 10 ولا 8؟ 10 اداء 10. فرناندو توريس فاضل لهم 2 بلغتنا هنا، والشباب هيفهموا الكلام ده، يخلصوا فوره من 12. فوره من 12 ما كانتش مباراه، كنا بنلعب زمان ونقول الفوره من كام، يعني الفوره من كام، كنا بنقول الفوره من كام، فهي من 10 كان فاضل لهم جونين ويقفلوا. انا بقول لك يعني المدرب ده من وجهه نظري مدرب رائع. اول مباراه كان بيلعب ب7 لعيبه، من 7 لعيبه موجودين في الملعب من برشلونه، كان بيلعب ب3 لعيبه من ريال مدريد ولاعيب واحد من فالنسيا اللي هو سولدادو. كان في مشكله ان كان سولدادو عنده هو سيسك فابريجاس كان عندهم مشكله في العضلات العضله الخلفيه بتاعتهم، كان ممكن ما يلعبش المباراه النهارده. لكن امبارح ديل بوسكي قال لنا ان هم هيلعبوا. سولدادو لعب اول ماتش واحرز له اهداف، فهم هيلعبوا النهارده ان شاء الله الاثنين. نروح الجنب الثاني بقى، ايطاليا عندهم مشكله كبيره قوي، المجنون بالوتيلي مش هيلعب. من وجهه نظري مجنون، بس مجنون بحاجه يعني، لا بس لعيب حاجه ثانيه برضه. هو مجنون لعيب حكايه، مش مجنون لعيب حكايه. لا مش مجنون، بره الملعب عامل قلق كده. هو مثير للجدل، وانا في الوسط الرياضي مثير للجدل، دي مش عيب يعني. هم يشوفوا ان هي حاجه مش عيب. بس انا خايف من حاجه. انا خايف ان مصيره يكون هو مصير ادريانو نجم البرازيل ده. كان لعيب مكسر الدنيا مع ولكنه كان غير ملتزم. هو ده المشكله ان بالوتيلي زيه بره الملعب. سهرات بالليل وتاخير وفضايح، بيقول كلام كده ما تبص تلاقيه مفوت مع نفسه يعني. كده اللي هو مفوت مع نفسه كده. فهو برضو ده عندهم مشكله في منتخب ايطاليا، ان لما يكون عندهم لعيب زي ده قاعد على الدكه. بس تخيل بقى نيجي نبص على الدكه، نبص نلاقي مين؟ نلاقي جيلاردينيو، نلاقي ستيفان شعراوي. انتوا كنتوا بتتكلموا من شويه مع الاستاذ عادل عن اللعيبه المصريين اللي هو شافهم وقال لكم ان هو نفسه الناس كلها تروح ايطاليا، ان الناس كلها تلعب في اوروبا. تخيلوا احنا لما بنسمع ستيفان شعراوي، بالرغم من ان اللاعب فضل انه يلعب باسم منتخب ايطاليا على اسم منتخب مصر، هو مش عيب يعني، هو الراجل متربي هناك، هو الراجل متربي هناك. لا ما هو احنا معلش يعني، هو الراجل متربي هناك والراجل عاش هناك. ثانيا خلينا بقى نحسبها باحترافيه شويه، هو الراجل شايف ان هو المستقبل مع منتخب ايطاليا احسن من المستقبل مع منتخب مصر. زين الدين زيدان احنا الاسطوره. انا شخصيا لما بشوف صوره زين الدين زيدان قدامي بحس ان انا قاعد قدام حاجه كده مش هتتكرر، لا جت ولا هتيجي. مع ذلك فضل انه يلعب باسم منتخب فرنسا برغم ان هو جزائري، لان اللعيب شايف مستقبله مع منتخب. بس خلينا بس نعترف بشيء مهم قوي، ما هو علشان ماشي انت مصري ليك اصول مصريه، لكن انت اتولدت فين وعشت فين وتربيت فين وتعلمت فين واكلت فين وشربت، هو ده اللي بيعمل نوع من العشره والتالف مع البيئه اللي انت عايش فيها. هو عاش بره وكل حياته كلها كانت بره، ما ينفعش النهارده نيجي نظلمه ونحكم عليه ونقول انه عشان لعب باسم منتخب ايطاليا فهو كده يبقى هو كده خلاص يعني الدنيا بس الفكره ان كل واحد فينا بيدور على المكان اللي ممكن يطلع فيه احسن حاجه ما عنده. يعني انا معلش، انت لو حضرتك بتعرضي عليا ان انا اشتغل في مكان، بس في مكان تاني في امكانيات هتخليني اطلع كل اللي عندي، هروح المكان اللي هطلع فيه كل امكانياتي. ستيفان شعراوي لا، ان هو ممكن يطلع كل امكانياته في ايطاليا، فالراجل اختار انه يلعب في منتخب زي ما زين الدين زيدان هيفضل طول العمر معروف انه اصله جزائري، الاسطوره زيزو يعني حاجه هو جزائري اصلا. ستيفان شعراوي هو ستيفان شعراوي ما اتكلمش زي ما انت بتتكلم كده يا محمد. هو لما سالوه قال انا ما اعرفش مصر وما مش دبلوماسي. لا هو يعرف مصر كويس. بالعكس هو طريقه حواره هي اللي افقدتنا التعاطف معاه، لان هو لما سالوه قال لا انا ايطالي وما في هو على فكره ولد خجول جدا، وكل سنه بينزل مصر، يعني هو من طنطا اصلا، كل سنه بينزل مصر يروح اسكندريه ويتفسح في طنطا ويروح السيد البدوي. فكان ممكن يكون بس الحوار شويه هو او طريقه احنا بس بنفهم، احنا ممكن نكون بنفهم الناس دي غلط. هي الناس بس عشان مش عايشه، هم الناس دي احترافيه قوي،
الناس دي احنا عاطفيين شويه، هو المصريين عاطفيين شويه. والده على فكره كمان كان ليه تصريحات برضو. لا هو والده، انا سمعت والده بالصوت، هو الراجل اتكلم كويس جدا عن مصر، وقال ان مصر دي بلدنا، وان انا بعلم ستيفان شعراوي ان دي بلدك، وان انت لازم تنزل بلدك كل سنه. بس خلينا برضو نتكلم ان يا جماعه امكانيات. انا شفت ملعب التدريب بتاعهم، شفت النظام عندهم. احنا ما عندناش كوره، يعني ما عندناش كوره بجد. طيب خلينا في برانديلي بقى، هيعمل ايه النهارده؟ نعم. احنا هناخد سفينه الفضاء بعد الفقره على فكره، وهنطلع نشوف ايه اللي بيحصل فوق. يا ريت والله، خدوني معاكم. طب نرجع للماتش تاني النهارده. تفتكر هيعمل ايه المدير الفني لايطاليا برانديلي النهارده؟ والله انا محتار له بصراحه. يعني انت لو بتسالني، لو انا قاعد مكانه في نقطه بديل بالوتيلي، لا انا شايف ان هو ممكن يلعب بستيفان شعراوي، ممكن نلعب بالبرتو جلاردينيو لعيب عنده خبره، ممكن يعمل له الفرق. يعني جلاردينيو كمان ممكن يعمل له الفرق. هي قصه ان هو مش هيبقى عنده حد زي بالوتيلي. يعني هو ما عندوش بديل بنفس كفاءه بالوتيلي، لكن عنده اللي يسد. يعني عنده اللي ممكن يسد مكان بالوتيلي، لكن ما عندوش حد بالكفاءه بتاعه بالوتيلي. هيفضل بيرلو القائد والعقل المفكر، ولا ممكن يكون في كلام؟ والله انا شايف حاجه، بس هو يدافع الاول وما يدخلش فيه جوان، بعد كده يدور ان هو يجيب. لان فرقه واحد بيلاعب فرقه يعني ايكر كاسياس في بوفون هيكون عنده مشكله جامده النهارده. طبعا بوفون هيبقى كان في المباراه اللي فاتت كان يعني امام المنتخب الياباني كان العارضه والقائم كله كان متعاطف. هو كمان انا حاسس ان مستوى بوفون بقى في تراجع. يعني انا حاسس ان بوفون بقى مستواه في تراجع. بوفون من 3-4 سنين ما كانش حد يقف قدامه. يعني انا مش شايف ان ادون فان دير سار قبل ما يعتزل في مانشستر، يعني قبل ما يسيب مانشستر ويعتزل، كان وصل للتوب فورم. وكان بيتر تشيك كان قبل ما تحصل له المشكله اللي حصلت في دماغه دي برده كان وصل للتوب فورم. لكن انا كنت شايف ان بوفون كان احسن الحارس في العالم، حتى في وجود ايكر كاساس كان بوفون احسن حارس في العالم في وجهه نظري. لكن دلوقتي انا شايف ان مستواه تراجع. فبس كمان هيبقى عنده مشكله. فرناندو توريس كان صايم عن التهديف. ديل بوسكي بذكائه في اول مباراه الراجل جاب له 5 تجوان، ومع ذلك في ركله جزاء وكان عايز هو اللي يلعب. يعني جاب 4 تجوان. هو دلوقتي عنده 5 اهداف في البطوله، هو هداف البطوله، والراجل كان عاوز يديله ضربه الجزاء، راح ضيعها، ومع ذلك الراجل بيديله الفرصه. انا عايز اقول لك حاجه، لو اتكلمنا عن كاس العالم للقارات، اتكلمنا عن نجوم اللعيبه دول، مش هنخلص. احنا عايزين نلحق وقتنا. انا عايز اتكلم عن كاس العالم للشباب لان ده مهم جدا. معلش، لا بس عايزين نوضح معلومه واقعيه للناس، لان البعض افتكر ان بعد الهزيمه في المباراتين اللي فاتوا خلاص احنا كده خرجنا. احنا خرجنا على مسؤوليتي. ما اقصدش لا على مسؤوليتك اوكي، لكن انا بتكلم على الورق او بشكل رسمي. لا احنا لسه ما خرجناش، لان هم هياخدوا الاول والثاني من كل مجموعه، واحسن 4 توالت من ال6 مجموعات. يعني في 6 مجموعات هيختاروا احسن 3، احسن مركز ثالث في 4 مجموعات من ال6 مجموعات. فاحنا عندنا مباراه مع انجلترا. طبعا احنا تشيلي والعراق 4 نقط 4 نقط. انجلترا عندها نقطتين لان لعبت ماتشين اتعادل فيهم. المباراه اللي جايه ما بيننا وما بين انجلترا اللي هتحدد مين في المركز الثالث. احنا 0 من النقاط، لازم نكسب. فلازم نكسب، نبقى احنا 3 نقط، نخش احنا في المركز الثالث، وانتظار افضل ثالث. هل هندخل ولا مش هندخل للدور ال16؟ فاذا الامور لم تحسم. بقت صعبه جدا وحسبة بيرما، لكن حتى الان لم تحسم بنسبه 100%. هي مش صعبه علشان بس احنا خسرنا ماتشين، هي صعبه عشان اللي بيحصل في المعسكر. ايه بقى الاخبار اللي عندك؟ هو ده بقى اللي انا عايزه. لا احنا ممكن بقى نقعد نتكلم للصبح. طيب هو انا بس عايز اسال شويه اسئله. هو في كام عضو مجلس اداره اتحاد الكوره هناك؟ كلهم تقريبا. لا معلش بس في حاجات لازم نقول ما علينا. لا يروح يتفسح، انا ما عنديش ازمه، اللي عايز يتفسح يتفسح. في ناس على فكره رايحه على نفقتها الخاصه. والله ما عنديش مشكله، ان شاء الله الاتحاد كله يسافر، انا ما عنديش مشكله. بس فين الانضباط؟ فين رئيس الاتحاد؟ فين المدير الفني؟ فين رئيس البعثه؟ فين الناس دي؟ امبارح فضيحه بكل المقاييس. بمعنى فضيحه بكل المقاييس. احنا معانا صور، يعني احنا ممكن نشوفها كمان. 3 لعيبه من منتخب مصر امبارح للشباب معاهم 3 بنات في المعسكر. ومش عايزين مستوانا يتراجع، مش عايزين نخسر البطوله. المواقع نزلت الكلام ده امبارح. انا برضو مش هقول ان انت متاكد. زمايلهم قالوا لي. مين زمايلهم؟ لا مش هي الصور معانا، مش بالاسامي. يعني لعيبه معاهم في المنتخب. زميله في المنتخب اللي قاعد في الاوضه اللي جنبه. على فكره انا عايز اقول لك على حاجه. صدق. انا لا بتكسف ولا بخاف. حلو. انا ما عنديش مشكله في ده، بس انا يهمني حاجه. اتفضل. ان المعلومه تبقى مؤكده. تمام. لكن المعلومه لا مؤكده انا ما عنديش اي مانع انك تقول مين اللي شاف ومين وبالاسامي وكان مع مين. انا ما عنديش مشكله في ده، بس المهم ان لان دي بتبقى يعني دي مواقف شخصيه. امانه لازم تطلع المعلومه مؤكده. 3 لعيبه في منتخب فلو مصر. عندك دليل قول. انا بقول لك اهو، وما تخفيش اسم حد. 3 لعيبه في منتخب مصر للشباب، منهم لاعب بيلعب في مركز قلب الدفاع، منهم لاعب بيلعب في مركز خط الوسط المدافع. متاكد قول اسامي. انا منهم لاعب بيلعب في مركز في قلب الهجوم وهو افضل لاعب في المنتخب. هم ال3 اللي تم استبعادهم.
مفيش حد تم من استبعاده. المباراه اللي فاتت مفيش حد تم استبعاده من المباراه اللي فاتت. لا مش هم مش هم بس بيلعبوا اساسيين. هو كان في خبر احنا الكارثه ان هم بيلعبوا اساسيين، انه خالد لطيف عضو مجلس الاداره نزع فتيل الازمه واحتوى الموقف. ازمه ايه؟ اما يبقى عندي 3 لعيبه، فهو ده اللي كان يعني ازاي لاعبين يوصلوا للمرحله دي؟ فانت قول لنا ايه لما يكون عندي، لا انا عندي تفاصيل ان في احد لعيبه منتخب مصر للشباب تعرف على فتاه اوكرانيه وهو موجود هنا في مصر عن طريق الفيسبوك، واتفق معاها ان هي تقابله في تركيا، وبالفعل الفتاه قابلته في تركيا، هي واحده صاحبتها، واتفق معاه ان هو يقابلها هو وواحد زميله في المنتخب. بص انا عايز اقول لك على حاجه، طالما انت متاكد من معلوماتك قول لي اسامي. اقول لك اسامي لسبب، لان كده وكأن كل بس مش هقول مين قال انا مش عايزاه يقول اسامي، مش هقول مين قال لانه طالما الموضوع دخل كابتن ربيع عارف في السيره الشخصيه، ده مش موضوعنا. احنا عايزين نتكلم في اللي حصل في الملعب. انما صديقته لا معلش لا ما هو في حاجه بس معلش في المنتخبات الاوروبيه، في المنتخبات الاوروبيه ممكن رئيس المدير الفني بيسمح لهم بالكلام ده، بيقول له انتوا عندكم النهارده في يوم مفتوح، اعملوا اللي انتوا عاوزينه، لكن احنا ما عندناش الكلام ده. يطلع الكابتن ربيع يقول لي انا سمحت لهم، يطلع الكابتن ربيع يعمل معانا مداخله دلوقتي ويقول يا جماعه انا سمحت لهم انهم يعملوا يعني كده. الواقعه دي هي اللي اثرت على مستوى المنتخب بالشكل ده؟ لا مش الواقعه دي بس. كابتن ربيع ياسين هو السبب الرئيسي في كل المشاكل اللي بتقابل المنتخب. كابتن ربيع ياسين عمل تفرقه ما بين اللعيبه وبعضها. كابتن ربيع لما طلب ان هو بعد بطوله كاس الامم الافريقيه اللي كانت في الجزائر، كابتن ربيع طلب ان الجهاز الفني مرتباته تزيد. الكابتن ربيع حط لنفسه 45,000 جنيه ومش عايز الضرايب هو اللي يدفعها، وما حطش للمساعدين بتوعه فلوس، يعني حط لهم مبالغ قليله قوي، لدرجه ان زوجة احد اعضاء الجهاز الفني قالت لي كده باللفظ: حسبي الله ونعم الوكيل في ربيع ياسين. حسبي الله ونعم الوكيل في ربيع ياسين، الكلمه اللي استبعد عنها عمرو ورده. على فكره عمرو ورده هو السبب ان عمرو ورده عمل مشكله المره الثانيه. عمرو ورده في تونس، عمرو ورده هم في الجزائر عمل مشكله مع بنت اعتقد سويسريه او تونسيه او فرنسيه حاجه كده برضه، وراح رجعه المنتخب، والاتحاد وقفه 3 شهور، والكابتن ربيع ياسين هو اللي رجعه المنتخب وقال ممكن يتوب. طب يا كابتن ربيع، طب يعني معلش برضه احنا نبص لنفسنا يعني. كابتن ربيع انت فاتح الباب لاحد الاعلاميين، مش عايز اقول ان هو ابنك يعني، قافل الباب على الناس كلها وفاتح لابنك. كابتن ربيع انت فتحت لابنك كل السكك، احنا مش هنقعد نورث كل حاجه يعني. كابتن ربيع ياسين حق الرد، يعني انا طبعا كابتن ربيع ياسين حق الرد على الكلام ده، واحنا يهمنا في الاول وفي الاخر المصلحه العامه مش الفرقعه. انا اتمنى ان الكلام ده موجود في ظل الهزائم اللي حصلت، وقد يكون هناك خروج للمنتخب المصري للشباب، فلا بد ان احنا نحاسب نفسنا. دايما انا بلتمس له العذر الحقيقه، لانه كانت ظروفه صعبه جدا مع المنتخبات اللي مسكها قبل كده، لكن اذا كان في بالفعل مواقف من اللي انت بتقولها دي مؤكده، وان ما كانش فيه التزام ومشاكل كتيره كانت حاصله بالجمله، لا يبقى اذا القصه ما كانتش بس معسكرات وبتاع، لا ده كمان كان في عدم انضباط وعدم التزام. انا هقول للكابتن ربيع يا رب يكون سامعني حاجه هو عملها في المعسكر. في كام لعيب عندنا كده جاي لهم عقد احتراف، انا صالح جمعه ومن ناس مش مهم مين يعني، مش مهم الاثنين، هو في كذا لعيب بس مش مهم الاثنين اللي الكابتن ربيع قال لهم ما تحترفوش عشان اوديكم النادي الاهلي. انت مدرب منتخب مصر يا كابتن ربيع، مش مدرب النادي الاهلي. انت ابن النادي الاهلي على دماغنا، لكن انت مش مدرب النادي الاهلي. انا بقول كلام انا متاكد منه. كابتن ربيع يخش يرد عليا على مسؤوليتك، ولو وصلت هقول له اللعيبه على مسؤوليتك، على مسؤوليتي متاكد كل حاجه على مسؤوليتي. الكابتن ربيع ما يقولش لصالح جمعه واحمد رفعت هوديكم النادي الاهلي. احمد رفعت مضى رسمي لنادي فيورس الالماني. انا بقول لك خبر عن مسؤوليته، وصالح جمعه رايح ايطاليا. يا كابتن ربيع ما تقولش للعيبه تعالوا اوديكم النادي الاهلي، احنا نفسنا اللعيبه بتاعتنا. الرد كمان يا محمد من الكابتن ربيع والجهاز الفني، لكن كمان من مجلس اداره اتحاد الكوره، من بعثه او رئاسه البعثه، لانه ده مهم جدا. ممكن اسالك سؤال يا استاذ وائل؟ سؤال انا المفروض انا اللي بتسال، بس انا هسالكم سؤال. لو انتم مكان الكابتن ربيع والاستاذ جمال علام ولقيتوا 3 لعيبه وانتم متاكدين مليون في الميه من الواقع ان الواقعه دي حصلت، تعملوا ايه؟ نرجعهم. مش هيرجعوه. انا ارجعهم. انا بقول لك مش هيرجعوه. الادب والاخلاق والانضباط، وده اللي علمونا الشيخ ربيع اللي احنا بنتعلم منه، الشيخ ربيع ياسين اللي احنا بنتعلم منه الاخلاق والدين والالتزام. الماتشين ما رجعهمش. عايز اقول لك حاجه، ان 2 لعيبه من ال3 هم سبب في خسارتنا كل الماتشات. احنا خط الدفاع عندنا واقع جدا بسبب اللعيب ده. احنا خط الدفاع عندنا واقع، وخط الوسط كمان واقع. للاسف احنا وقتنا انتهى. انا نفسي كان نفسي اكمل معاك واخد تفاصيل، وزي ما انا كنت سعيد ان انا كنت موجود معاكم، بس انا بقول للكابتن ربيع، كابتن ربيع خلي الاخلاق هي اللي تسود. بس عايز اوجه رساله بس معلش لو في 30 ثانيه بس. عاوز اقول للالتراس، تركيا فيها مظاهرات في ميدان تقسيم والبرازيل فيها مظاهرات. مفيش حد اقتحم الملعب. خلوا اللي بيدفع لكم يبطل شويه. انتوا بيدفع لكم وانا عارف، ولو عايزين تقولوا اسماء انا ممكن اقول، وده على مسؤوليتي. ولو واحد فيهم عنده ذره شجاعه انه يروح يرفع عليا قضيه، اتمنى انه يرفع عليا قضيه من الصبح.
انتوا منقسمين، التراس الزمالك واحد بيمولكم، التراس الزمالك واحد بيمولكم ويمشيكم، والتراس الاهلي واحد بيمولكم ويمشيكم، وكفايه سبوبه التيشيرتات وبلدنا، والله بلدنا حرام، حرام اللي احنا بنعمله في بلدنا دول، اتعلموا من الناس اللي بره. للاسف الشديد يا محمد كلامك الملف ده ده كبير جدا بالظبط. وللاسف وكلامك ده لو الاكبر صح والاخطر خطير جدا. على مسؤوليتي، انا بقول لهم ارفعوا قضيه. المسؤولين في بعد تام عن الملف استاذ جمال علام الخطير اتخانق مع اللي بيحرق الاعلاميين، الكره اتخانق مع الاعلاميين المصرية عشان للأسف. الصحفي بيساله بيقول له انت كنت فين ما حضرتش التمرين ليه امبارح؟ هو حضرتك كنت فين يا استاذ جمال؟ والفضيحه اللي بتحصل في المعسكر. فربنا أنا يستر، بشكرك. ربنا يستر. شكرا ليك يا استاذ محمد. ربنا يخليك، شكرا يا زوائل، كنت أعزائي سعيد ان انا موجود معاك. المشاهدين بعد الفاصل هيكون موجود معنا اخر فقره حواريه، استنونا بعد الفاصل.